هناك جرح ما أدري هل تجاوزتوه أنتم أم لا، هل سيتم فتح صفحة جديدة مع جريدة الرياضي؟ والله أنا يعني لم أكن في يوم من الأيام خصما لأي جريدة أو لأي نفس أو لأي صحفي إطلاقا. نعم. احنا تعاملنا مع الجميع بأريحية، ونترك لمن يكتب عن رأيه، وهذا من حقه أن يكتب عن رأيه، واحنا طبعا بنستفيد من هذه الرأي. احنا لا نعارض لا جرائد يعني جرائد صحفية او يعني تلفزيون او حاجات مرئية بتقول رأيه، وهذا من حق كل شخص يقول رأيه بأريحية، واحنا نستمع ونستفيد من هذا الرأي. اللي مفيد لنا ناخذه، اللي ما يفيد طبعا نتركه وراء بعض. هذا اسعدني اني اسمع هذا الحديث سيدي. يعني هناك مطالبات كثيرة سواء من اللعيبة او من اعضاء الشرف باستمرار رئاستكم لنادي الاتحاد. هل سيستمر الدكتور خالد المرزوقي في رئاسة نادي الاتحاد؟ والله ما في شك. السنة دي اللي انا عملتها، اولا طبعا اشكر جميع اعضاء الشرف لانه حتى لا يزعل مني احد، الجميع لهم مني كل تقدير واحترام، على راسهم الضغوط دائما دائما ما انت مع هذه الاداره منذ البدايه الى النهايه، الى نهايه الموسم. اللاعبين الحقيقه يعني انا اشعر انهم كلهم ابنائي. يعني تعاملنا مع بعض، انصهرنا في مجموعه واحده، اصبحنا اسره واحده، وهذا الحقيقه هو النتاج الاخير اللي انتم شاهدتوه في المباريات الاخيره. الاتحاد كان بيؤدي في احسن ما يكون. صحيح. نتيجه لارتياحهم النفسي وتعاملهم مع الاداره ممثله في شخصي، وادوا عمل كبير جدا، وانا اشكرهم عليه. اقول لابناء اللاعبين شكرا، انتم بذلتوا من الجهد، وانتم من تستحقون هذه البطوله، وانتم من تستحقون هذا التكريم، وان شاء الله سوف نكرمهم يوم بعد غد ان شاء الله يوم الخميس في نادي الاتحاد، في معقل نادي الاتحاد. والدعوه لجميع اعضاء الشرف وجميع جماهير نادي الاتحاد ان شاء الله بتكريم هؤلاء الابطال. يا سيدي انا بسالك عن التكريم لكنك انت دبلوماسي، يعني انت لفيت على الموضوع وما اعطيتني جواب صريح. هل ستستمر في قياده نادي الاتحاد؟ والله انا طبعا سبق اني قلت انه كان في هناك قرار قبل انتهاء الموسم بحوالي 8 اسابيع من مجلس الاداره اللي انا اتشرف برئاسته، وقرروا تقديم استقاله جماعيه في نهايه الموسم الرياضي. الموسم انتهى، هناك جمعيه عموميه ان شاء الله تؤخذ بعد حوالي اسبوعين من الان، وبعد الجمعيه سوف اللي يريد ربنا سوف يحدث. بس انت شخصيا هل تود ان تستمر في رئاسه نادي الاتحاد؟ والله ما هي مساله اود او لا اود، انما انا يعني اعتقد اني يعني بذلت جهد كبير والحمد لله، ونتائجه يمكن ظهرت مؤخرا، ولكن ان شاء الله النتائج الاداريه والاستقرار الاداري والمالي هو ده اللي انا يهمني، انه حيبقى سنين لنادي الاتحاد، لانه نادي الاتحاد نادي احترافي، والمتطلبات الاحترافيه للانديه الاسيويه اللي انا تشرفت اكون عضو في الاتحاد الاسيوي للانديه ومثل الانديه السعوديه، الحقيقه كل المتطلبات نفذتها في نادي الاتحاد باحتراف ولله الحمد باحترافيه، سواء اداريه او ماليه او تنظيميه. يعني سوف يستفيد منها خالد المرزوقي ان استمر، او غير خالد المرزوقي ذاته. واذا استمر خالد المرزوقي، ما هو الخطأ اللي تحس ان الاداره ارتكبته في الفتره من خسارته كاس اسيا اليوم وستحاول تلافيه؟ والله الخطأ اللي انا فعلا اعتبر انه استسلمنا للروح الهزيمه جاتنا بعد البطوله الاسيويه. مين كان سبب؟ والله طبعا كنا مؤملين في بطوله كبيره وحصول على كاس اسيا للمره الثالثه، وامتلاك كاس اسيا والاشتراك في كاس انديه العالم للمره الثانيه في مدينه دبي، في بلد عزيز علينا في ابو ظبي. نعم. في بلد عزيزه الى قلوبنا جميعا، وكنا يعني مخططين لهذا الشيء. لما خسرنا البطوله حصل الحقيقه ما في شك احباط، ولكن الاحباط ده اثر ما في شك علينا كمجموعه، اداره ولاعبين وجهاز فني، لكن ان شاء الله دائما كره القدم فيها الفوز والخساره، الانسان لازم يتوقع ذلك. فلا المفروض نستفيد من الخطا ونصححه بسرعه ولا يهزنا هذا. ان شاء الله هذا خطأ انا استفدت منه ان شاء الله مستقبلا، انه كرة القدم فوز وخسارة احنا نعمل، والنتائج من عند الله سبحانه وتعالى. اخيرا تكريم اللعيبة، كم قيمة المكافآت اللي بتوزعون عليهم؟ ويا ريتك تقولها يعني يعني تعطينا السبق يا والله اديك، بس هو طبعا يعني ان شاء الله على حسب، فهو ما يجيهم قد يكون قليل بما بذلوه. الحقيقة هم يستاهلوا أكثر مما قدمنا، وإحنا طبعا كإدارة مع أعضاء شرف
خاصة العضو الداعم الحقيقة. يعني إن شاء الله يعني نعطيهم تقريبا، يعني احنا لسه ما وصلنا للحد النهائي رغم انه الحفله بعد بكره لانه نسوي ان شاء الله يعني زياده عن الربع مليون لكل لاعب. يستاهلون. ودكتور خالد المرزوقي الف 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 مبروك. نتمنى يعني دائما نادي الاتحاد مثل ما عودنا نشوفه بصوره البطل، نشوفه بصوره الفريق المرعب، نشوفه بصوره الفريق الممتع سواء داخل الملعب او بجماهيره اللي يعني الواحد يطرب مع اناشيده. الف شكر لك. شكرا لك، شكرا لك وضيوفك الكرام لهم تحيه مني خاصه لكل فرد منهم. شكرا يا سيدي. حقيقه الاتحاديين جميعهم بما فيهم رئيس النادي يدينون بالفضل الكثير من اعضاء الشرف، لكن في هذه الفتره بالذات اعتقد ان العضو الداعم هو من تغلب على كل المشاكل اللي صادفت الاتحاد ولا سيما من النواحي الماليه. اضف الى ذلك ان هناك ناس ادوا ادوارهم بشكل جيد يجب الا ننساهم، ومن ضمنهم اخونا وصديقنا وحبيبنا الاستاذ حمد الصنيع مدير الفريق. حمد الصنيع جاء في فتره ربما كان حوله كثير من الانقسامات، لكن في النهايه ادى دوره كما يجب، استطاع بخبرته بعلاقاته مع اللاعبين ان يكسب ودهم. ايضا المدرب القدير هيكتور اللي حقق البطوله الثالثه، بطوله الابطال، حققها موسمين مع الشباب من امام الاتحاد وحققها الان مع الاتحاد امام الهلال. حقيقه هذا المدرب في هذه المباراه بالذات اجاب على كل الاسئله، وحقيقه انتصر على كل من كان يطالب باشراك الشرميطي باشراك ابو الشروان، واجاب على سؤال مهم هناك من يقول ان محمد نور، وربما طرح هذا الحديث على هذه الطاوله انه يحارب اللاعب ابو شروان. شاهدنا ابو شروان في الجزء اللي لعب فيه لم يقدم اي شيء، الشرميطي كان مجرد لاعب عادي، وفي النهايه ايضا انصفني هذا الانجاز انا شخصيا عندما قلت ان لعيبه الاتحاد وصلوا سن النضج وليس كبار في السن كما قال الزميل صالح والزميل عاصم. اعتقد ان شاهدنا فريق لعب 4 اشواط، شوطين اساسيه شوطين اضافيه، سيطر على المباراه بشكل غير عادي، استطاع ان يعزل مراكز القوة في الهلال. والهامسون أول مرة أشوف الهامسون بهذا الشكل المحجم. نيفيز نفس الطريقة، ياسر القحطاني. وفي المقابل أقول لزميلي طبعا صالح وذا في النهاية لا يصح إلا الصحيح. لا قول لهم مش لعيبة الاتحاد العواجيز، قول لهم أنتم العواجيز عموما. لا تستطيع جريدة الرياضي أن تنتقد الآن الاتحاد فائز البطولة. تنتقدوا إيش؟ الجماهير لم تقبل. أما لما يجي يقول لي مسألة هل هم كبار في السن؟ كبار في السن. هذه قضية رضيت ما رضيت، إذا لم يجهز نفسه الاتحاد للعام الماضي ب 180 للعام القادم ب 180 مليون لن ينافس. يا أبو زايد بالنسبة لكبر السن، أنا لو جيت لي في مباراة واحدة أنا أعتقد وجهة نظري أنا الاتحاد أفضل فريق سعودي بهؤلاء اللاعبين، ولو راهنت على مباراة أمام الهلال أنا راهن على الاتحاد، أنا أراه أقوى من الهلال وجهة نظري. لكن أنا أتكلم على هذه مباراة واحدة أو مباراتين، لا يستطيع الفريق إلا الافريج العمري حقه ما يستطيع انه يواصل على موسم كامل. يا سيدي ممكن يتذبذب مستواه يا ابو زايد بدليل بس اللعيبه ككل ما تقدر تغير فريق ككل يعني. لا لازم الاحلال يا ابو زايد كامل. انا صاد لا بالتدرج. بس يا ابو زايد يجب انا صادق مع الاتحادين، يجب انه هذا الفريق تتم عمليه الاحلال بشكل تدريجي، لانه فريق خدم الاتحاد لمده 15 سنه ببطولات كثير. لكن عمليه الاحلال تفضل. لا